واش فعلا الانسان مشى للقمر ولا غير قصه كبيره وصدقناها؟ والاغرب كيفاش في 1972 هبطوا للقمر وبقاو فيه ايام ودابا مازال ما رجعوش يهبطوا. خليك معايا حيت القصه اعمق بزاف مما كيبان ليك. اخر مره مشى فيها الانسان للقمر كانت في 1972 في مهمه ابولو 17، وبقاو فيه حوالي 3 ايام. ومن بعد داك الساعه حتى لدابا حتى انسان ما رجع يهبط للقمر. ودابا برنامج ارتيميس جا باش يرجع البشر للقمر، ولكن بطريقه مختلفه على الماضي. ولكن السؤال المطروح هو علاش توقفوا 50 عام هادي؟ بزاف ديال الناس كيقولوا الا كانوا قدوا يطلعوا للقمر في عام 1969 وعلاش حبسوا دابا. الجواب بسيط، برنامج ابولو كان غالي بزاف في داك الوقت وكان مربوط بحرب بارده مع الاتحاد السوفيتي. منين سال السباق سال الهدف وما بقى حتى سبب باش يصرفوا داك الكم الهائل ديال الفلوس. وعلاش رجعوا دابا؟ كاينين جوج ديال الاسباب كبار. الاول هو سباق جديد مع الصين، والثاني اللي هو اكتشاف الماء في القمر. وهذا الماء مهم بزاف حيت الاكسجين زائد الهيدروجين كيساوي الطاقه، والطاقه كتساوي الوقود. القمر ولا محطه استراتيجيه للمستقبل. وشنو هي ارتيميس؟ برنامج ارتيميس ماشي غير رحله واحده بل سلسله ديال المهمات. ارتيميس واحد دازت بلا بشر، كانت فقط اختبار. ارتيميس جوج غادي يدوروا دورة كاملة على القمر بلا هبوط. ارتيميس 3 الهبوط في القمر ومنهم لأول مرة. وعلاش ارتيميس جوج ما غاديش يهبطوا للقمر؟ حيت الهدف ديالها كان هو اختبار الصاروخ، اختبار المركبة والتأكد من السلامة. خطوة ضرورية قبل الهبوط الحقيقي. في زمن أبولو كانوا خدامين بإمكانيات بسيطة بزاف. دابا الصاروخ سميتو SLS، المركبة سميتها أوريون، وهذا الشيء كامل متطور بملايين المرات مقارنة مع الماضي. ودابا السؤال اللي بزاف محيرو هو واش فعلا مشاو للقمر؟ كاين نقاش كبير، ولكن كاين أدلة قوية. جابوا صخور من القمر مختلفة على الأرض، داروا مرايا في القمر حتى اليوم كيستعملوها باش يقيسوا المسافة بالليزر. وهذا كيخلي أغلب العلماء متفقين أن الهبوط كان حقيقيا. ولكن شنو الهدف الحقيقي من هذا الشيء كامل؟ الهدف الحقيقي ماشي غير نمشيو للقمر، بل نبنيو وجود دائم في القمر ونستعملوا القمر كمحطة، ومن بعد نمشيو لكواكب أخرى بحال المريخ. وكاين حتى مشروع ديال محطة فضائية سميتها لونار جيتواي، وغتكون في مدار حول القمر باش يكون التعاون في مهمات مستقبلية. إذا المشكل ماشي أنهم ما قدوش يهبطوا للقمر، بل أنهم دايرين خطة أكبر بزاف من ذلك. من زيارة القمر بحال العيش فيه مثلا، ومن بعد مغادرة الأرض نحو عوالم أخرى. والسؤال الحقيقي هو واش حنا غير كنشوفوا التاريخ ولا غنعيشوه؟ خليوا لي الآراء ديالكم في التعاليق. أحبكم في الله.